أما هذه الصورة التي نسمعها أحيانا من بعض القراء، خاصة هذا القارئ اللي اسمه عبد الباسط، اللي بيقرأ لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم، عم يخلط القراءة بعضها ببعض، بحيث بقى خاصة هذول المصريين المساكين همهم انه ينطربوا بس ويغنوا له، ما همهم انه يكونوا مع القراءة وما فيها من ترغيب ومن ترهيب ومن وعيد والى اخره. لعلي اجبتك. جزاك الله خير. لكن استيضاحها انا قلت يا اخي العزيز انه يستخدم هذه القراءات ليس للتعليم وانما للتعبد، فيقرأها في آن واحد، هذه الآية بقراءة كذا وهذه الآية بقراءة كذا. هذا جائز؟ لا، ما هي جائز. جزاك الله. ليس جائز.